السلام عليكم اخواتي. وصفتنا لنهار اليوم ان شاء الله راح نديرو كغاتا بالزيتون. طريقه تحضيرها يعني جد سهله، مقاديرها بسيطه، والاهم من هذا يعني راح يجي الكغاتا تاعنا بنين بزاف. اول حاجه هنا كما راكم تشوفوا راح ندير في الطنجره تقريب من 3 حتى 4 مغارف تاع زيت. نحط قطع تاع صدر تاع الدجاج، تقدروا ديروا صدر تاع الدجاج ولا لي كويس، لانه اللحم تاعنا بعد ما يطيب راح نفتوه. نضيف للحم تاعي حبه تاع بصله بعد ما سكرفجتها، ومن بعد نضيف لي زيبيس. راح ندير شويه تاع فلفل كحل وشويه كزبر، ونزيد شويه ثوم يابس تقريبا نص مغرفه. اللي ما عندهاش يعني الثوم اليابس تقدر دير من 2 حتى 3 سنينات ثوم جديد. بعد ما خلصت نروح نحط الطنجره تاعي فوق النار، نار تكون متوسطه، ونخليها تتقلى حتى نشوف هذيك البصله ذبالت لي، اللحم تقلى لي شويه. نحكم كميه تاع الزيتون، كل واحده دير على حساب افراد العائله تاعها. هنا انا درت تقريبا 300 غرام. اكيد بعد ما نغسلو ننظفو مليح، نحطو في الماء سخون بلا ما نغليوه، لانه كي يتغلى لنا راح يولي لنا عاصي، يعني ما يطيبلناش مليح. غير في الماء سخون، كل مره نبدلو له الماء السخون. ومن بعد نضيفوه هنا كما تشوفوا في الطنجره، نمرق عليه بالماء سخون ونغطيه ونخليه على نار متوسطه يطيب في غرضه. هنا دوك راح نوجدو الخلطه اللي راح تخلي الكغاتا تاعنا تجي بنينه بنينه بزاف بزاف وما تجيش ناشفه. نحكم 3 حبات تاع بيض، نضيف لهم 2 علب تاع ياغورت ناتور. اللي ما عندهاش ياغورت ناتور تقدر تعوض بالحليب. نضيفهم ونخلطهم. اكيد نزيد رشه تاع فلفل كحل ورشه تاع ملح، نخلطهم بالفوي مليح. هنا وجدت السنيوه تاعي اللي راح تدخل لي في الفرن، حطيت فيها كميه تاع بطاطا مقليه. تقدروا ديروا بطاطا مقليه ولا تحكموا بطاطا تاعكم تفوروها ومن بعد تحطوها هنا. المهم هنا يرجع لكم كما تحبوا البطاطا تاعكم ديروها. اللحم تاعنا راهو طاب، فتتو الى قطع صغار. الزيتون اكيد طاب، نزيد نفرغوه في المقادير هذه كامل الاولى كما شفتوها: بطاطا، لحم. لاصوص هذه نخليو غير شويه، هي اللي تزيد تخلي الكغاتا تاعنا تجي خفيفه وما تجيش ناشفه. نخلطهم كامل مع بعض ونفرغهم من الفوق الخليط هذاك اللي درناه بالبيض والياغورت، وندخلهم للفرن يطيبوا على درجه 180. طيب لي من التحت ونزيد لها من الفوق. بعد ما طيب لي البنات نعاود نجبدها وندير لها الفرماج، اي نوع تاع فرماج اللي عندك الذوب. انا هنا الفرماج نخليه الاخر باش يذوب لي. دوك نضيفوا الكغاتا تاعنا ونعاود نرجعوه غير دقيقه ولا دقيقتين، نشوفوا بدا يذوب لي. هكذا نجبدو يكون الكغاتا تاعنا واجد. هذه هي وصفتنا لنهار اليوم. كغاتا الزيتون راهي واجده، جات ما شاء الله، يعني صدقوني البنات جات خفيفه خفيفه وبنينه. اذا جربتوها البنات خليوا لي في لي كومونتير. هكذا نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.